لتقرير من داخل ومتابعة من داخل نادي الزمالك وعملية الانتخابات والفرز وغيره مع زميلنا العزيز أحمد سعيد، وعلى طول هيكون معنا إن شاء الله. اتفضل. بيك زميلي عصمت. دلوقتي احنا من داخل نادي الزمالك بعد انتهاء التصويت على انتخابات مجلس اداره نادي الزمالك وبعد الفرز من ساعتين. معانا دلوقتي الناقد الرياضي الكبير استاذ بليغ ابو عايد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. استاذ بليغ، كلمنا عن الكواليس النهارده والمؤشرات اللي بتقوم بيها اللجنه الانتخابيه، وعدد الاصوات كام واللي حضروا النهارده كام؟ طبعا النهارده يوم صعب ويوم حافل في نادي الزمالك. يعني بالنسبه لقياسا طبعا احنا عارفين اخر جمعيه العموميه حققت رقم قياسي 25,000، لكن المره دي نظرا للظروف والاقبال اللي هو ضعيف في كل الانديه، الجمعيه العموميه وصلت 15,300 صوت مع غلق باب الترشيح. ده رقم كبير. انا بقول يوم صعب، لكن انا في النهايه ببص للجانب الايجابي، ببارك لاعضاء الجمعيه العموميه في نادي الزمالك انه الانتخابات عدت بسلام، لانه احنا شاهدنا الصبح بعض المناوشات، بعض المشادات من بعض المرشحين، واستمرت كمان بعد باب الغلق. هبدا معاك الصبح، شفنا كان في الاول الدكتور كمال جايب شاشات عرض عملاقه استفزت الاستاذ مرتضى منصور، وبعد كده بعدها باكثر من نص ساعه وساعه شفنا دي جي للاستاذ مرتضى منصور، اصوات، حصل خناقه بين الطرفين. حتى شفنا الاستاذ مرتضى بينفعل بيقول له احنا قرينا فتحه مع بعض فعلا، لكن ما تفتكرش انه الفتحه دي هي اللي هتحميك مني او حاجه لو حصل اي خلاف، ولو انصارك ما وقفوش اللي بيحصل ده احنا هيحصل معانا بينه وبينك مشكله. وكمان بعدها توجه للجنه العليا، عشان يعني بيقول لك ان هو في تاثير عليه. توجه كمان الاستاذ مرتضى للجنه العليا للانتخابات برئاسه المستشار اللي هو مشرف عليها. قال لك ان هو اللجنه رقم 29 اتهم رئيس اللجنه ان هو بيدلي بصوته، بيوجه الاصوات لرؤوف جاسر. كان في برضه كواليس تاني اللي هو الدكتور جمال شعلان اللي هو في مرشح في قائمه الدكتور كمال درويش، اتهم الدكتور كمال درويش بالخيانه لما فوجئ انه اسمه في خلال القائمه الرئاسيه اسمه موجود في بعض القوائم متشال من القائمه الثاني، فاتهم الدكتور كمال درويش بالخيانه وان هو باعه من القائمه الثانيه. وزي ما احنا شفنا النهارده اكتر من قائمه مضروبه، شفنا اكتر من اسم في اكتر من قائمه، شفنا الاستاذ هاني شكري في اكتر من قائمه، الدكتور مصطفى عبد الخالق في اكتر من قائمه. فعلا النهارده كان في قوائم مضروبه واثرت على الانتخابات. شفنا مشادات حصلت النهارده بعد غلق. طبعا شفنا انه قبل فتح باب الفرز تاخر لاكثر من ساعه الا ربع، لان هو كان في زحام وكان الاعضاء رافضين يخرجوا. وسيد رئيس اللجنه العليا استدعى قوات الامن، وقوات الامن بعد فتره نجحت انها تبعد المرشحين، لم يتبقى في اللجان الا رجال الاعلام ومندوب عن كل مرشح. لكن برضه خلال ده حصلت مشاده بين احد انصار جمال شعلان الاستاذ عمر هريدي، لان هو برضك الدكتور جمال شعلان اتكلم معاه ازاي انتوا تخونوني والقايمه. الاستاذ عمر هريدي برضك نائب الرئيس، حصل مشاده، انصارهم الاثنين بقى حصل مشاده واشتبكوا مع بعض، وكان في خناقه جامده والامن تدخل وفضها. المؤشرات الحاليه بتاكد يعني بعد فرز اكثر من 15 او 20 لجنه، اللي هو المستشار مرتضى منصور متقدم لحد الان بفارق 214 صوت عن الدكتور كمال درويش. المهندس رؤوف جاسر ابتعد تماما على المنافسه. في منصب نائب الرئيس تقريبا حسم للمستشار احمد جلال. في منصب امين الصندوق لسه المنافسه قائمه بين الاستاذ حاسم ياسين والاستاذ طارق جبريل، خاصه ان هو يعني الصبح كان في مؤشرات من طارق جبريل، لكن هو مع تقدم القائمه بتاعه الاستاذ مرتضى منصور وعلى وسطه الاستاذ حازم ياسين بدا يعلى في الاصوات. فالعضويه اقدر اقول لك انه هاني شكري عدى وهيطلع الاول، بعديه احمد سليمان. دي في كرسيين يتحسموا. المنافسه منحصره في بقيه الكراسي بين هاني زاده ومصطفى عبد الخالق وسيد متولي ورحاب ابو رجيله. تحت السن احمد مرتضى اعتقد انه حسمها بشكل كبير. في سيف العماري برضك ماشي بشكل كويس. ورك شريف منير حسن ماشي بشكل كويس. يعني دي ابرز حاجه النهارده كانت في اليوم الانتخاب الطويل ده. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا ابو حميد. استاذ مصطفى جويلي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. فندم النهارده شايف سير العمليه الانتخابيه النهارده كان شكلها عامل ازاي؟ والله العمليه الانتخابيه يمكن برضك ما كانش فيه تجاوزات كتيره، يمكن كلها الانصار هم اللي احدثوا مشاكل كتيره. الانصار تواجدهم داخل الخيمه الانتخابيه وده كان مخالف للقانون. وانا يمكن اتكلمت مع رئيس اللجنه القضائيه وقلت له ان انا خايف تحصل كارثه زي كارثه بورسعيد، لان الناس هنا كانت بالطبل والمزامير وبتاع، وده انصار ده وانصار ده، وكان ممكن تحدث اشتباكات بين الطرفين. وحصلت فعلا اشتباكات بسيطه يمكن خارج الخيمه الانتخابيه ما بين انصار المستشار مرتضى منصور ودكتور كمال درويش بسبب تشويش كل الانصار على الاخر عن طريق الشاشات اللي كانت موجوده وعن طريق مكبرات الصوت والاغاني.
يمكن اعتقد كان في التزام ما بين المرشحين نفسهم، كل واحد واقف في مكانه، ما حدش تداخل مع حد، باستثناء بقول ان الهوجه اللي كانت حاصله في الحرم الانتخابي كانت ما كانتش منظمه، الامن ما كانش متواجد تماما. اقصد طبعا امن النادي، لان الامن العام ده المفروض ان هو بيحرس انتخابات من الخارج، لدرجه ان عمليه الفرز بدات متاخره جدا، وكان ممكن تبدا الساعه 8، اعتقد انها اتاخرت حوالي ساعه الا ربع بسبب تواجد عدد كبير من انصار المرشحين داخل الخيمه الانتخابيه، مما دفع رئيس اللجنه القضائيه العليا ان هو يرفض فرز اي صندوق الا بعد الخروج. وطبعا تدخل قوات الامن الجيزه وقدرت انها تخرج الناس، ولكن بعد فتره طويله. كلمه لمجلس اداره نادي الزمالك الجديد اللي ان شاء الله هينتخب بعد ساعات قليله. والله الكلمه الوحيده ان طبعا ان هم كل واحد ينفذ البرنامج اللي قاله، مش يكون مجرد كلام او دعايه انتخابيه فقط. نادي الزمالك يمكن في حاله يرثى لها، في تدهور كبير في جميع الانشطه سواء الاجتماعيه او سواء الرياضيه. النادي بيمر بازمات ماليه طاحنه جدا، كل المرشحين اللي كنا بنتكلم معاهم كله كان بيقدم حلول للازمات الماليه. نتمنى ان يبقى في الحلول دي حلول واقعيه فعلا، ويكون ان هم حتى لو كانوا من قوائم مختلفه ان هم يكونوا متجانسين مع بعضهم ويقدروا ان هم انقاذ ما يمكن انقاذه يعني. اشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. زي ما حضراتكم متابعين دلوقتي من داخل نادي الزمالك ومن داخل صناديق الاقتراع، اقتربنا من اعلان النتيجه ان شاء الله بعد قليل، وسنوليكم ان شاء الله في رساله اخرى ونعود للاستوديو.